اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بنت بعتالي بتقول لي انا عندي سؤال حرق قلبي وقربت اتهربل من الضغوط اللي عليا. بتقول ان هي متجوزة وجوزها مسافر برا مصر، وان هي عايزة تقعد في شقتها بس اتجبرت ان هي تقعد في بيت اهلها. بتقول انا بيني وبين اهلي مشاكل، وانا ما صدقت اتجوز علشان الحق الشوية اللي فاضلين من عقلي ونفسيتي متدمرة، والقهر والشتيمة والضرب اللي كان اهلي بيعملوه فيا، وانا ما صدقت اطلع من البيت ده. المهم سابت بيت اهلها وراحت على شقتها، وطبعا الدنيا ولعت. جوزها قال لها مفيش مشكلة، اقعدي في بيتنا، انا مش مستغني عنك، اقعدي في بيتنا واقعدي في الحتة اللي تريحك. اهلها قالوا لها لا، ده هو ملوش كلام عليكي، الكلام كلامنا احنا، لما يبقى يجي يبقى ليه كلمة عليكي. بتقول انا تعبت، هو حرام ان انا اقعد في بيتي ولوحدي معززة مكرمة، ولا لازم اروح اشتغل مرمطون عند اهلي واشوف طلباتهم ويقعدوا يهينوا فيا ويبهدلوا فيا وخدامة ليهم؟ اعمل ايه؟ انا بقول لها مش حرام طبعا انك تكوني قاعدة في بيتك، بس لازم تجيبي حد معاكي. جيبي مثلا اختك الكبيرة، جيبي حماتك، اي حد من عيلة جوزك بترتاحيله، اي حد من اهلك بترتاحيله. بنت طبعا زوجك بيملك عصمته، ان انت تكوني في ايده، يعني انت تسمعي كلام جوزك، بس برضو اهلك ليهم حق عليك ان انت ما تزعلهمش وتراضيهم. بس برضو جوزك هو اللي ليه كلمة عليكي في الاول والاخر، لازم تسمعي كلام جوزك. وبعدين ربنا بيقول لنا اتقوا الشبهات، يعني ازاي تقعدي لوحدك في شقة زي دي؟ الناس طبعا هتتكلم عليكي، خصوصا ان جوزك مش موجود معاكي، مسافر. فانت اذا كنت مصرة ان انت تقعدي لوحدك عشان انت متضايقة انك هتقعدي مع اهلك، لازم حد يقعد معاكي عشان بس محدش يتكلم عليكي. وانتوا قولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش.